مفيش حاجة أغبى من إنك تحكي لبنت عن مشاكلك. الموضوع ده مش سهل زي ما أنت فاكر، ولا هي مجرد فضفاضة وهي هتحتويني. الكلام ده مش حقيقي. وفي بنات كتير بتقولك احكيلي، قولي، فضفضلي. البنت أصلا مش عارفة هي عايزة ايه. تلاقي واحد مهتم تسيبه، تلاقي واحد كيف تحبه. طب تعالى أعرفك ليه مينفعش تحكي لها مشاكلك، ومش ليها بس، ده لأي حد. النقطة الأولى: المشاكل مش دايما لازم تتشارك. احنا كلنا بنمر بظروف صعبة، مشاكل مالية، مشاكل مع الأهل، ضغوط من الشغل أو الدراسة أو ضغوط نفسية. لكن كل ما تيجي تفتح قلبك وتقول لبنت عن مشاكلك، انت فاكر انها هتسمع وتفهم. هي هتسمع لكن مش هتفهم. فأول مرة انت حكيت لها عن مشاكلك كانت بتدعمك وتقف معاك، وكنت حابب الهالة اللي حصلت لك، كنت حابب حوار الحنية وإحساس الراحة اللي جالك ده. لكن انت كده مش تعمل أي حاجة غير انك بتخليها تشوفك عيل طري، مش قادر يتحمل الضغط، مش قادر يحل مشاكله مع نفسه. لازم حد يبقى معاه. يعني انا لو مشيت هو يبقى ضعيف، مش هيعرف يظبط الدنيا. طب عيالي يبقوا زي ابوهم، شخص ضعيف عنده مشاكل مش قادر يتعامل معاها. مش هتفكر فيك كشخص قادر يواجه مجريات الحياة، يعني هتفكر فيك كواحد مش قادر يسيطر على حياته ذات نفسه. ويمكن هي حاسة ان في رجالة تانية قادرين يواجهوا الحياة دي، بين انها مع شخص ضعيف مكسور الجناح. وهل تفتكر ان دوت هيساعدك؟ طبعا انت قادر يا عم الدنيا كلها، لكن انت بتظهر ضعفك معاها. فازاي هيبان انك جامد بقى والكلام ده؟ مفيش توافق في الموضوع. النقطة التانية: الصورة الذاتية أهم من التفريغ العاطفي. بمعنى إنه في العلاقات مهم إنك تحافظ على صورتك كإنسان قادر يتحمل الضغوط ومستقل. لما تحكي عن مشاكلك بشكل مستمر، خاصة لو كانت مشاكل كبيرة أو بتحصل كتير، ده بيأثر على الصورة الذاتية اللي الناس بيشوفوك بيها، وأكيد خصوصا البنات. وخلينا أوضحها لك 4 نقط. 1: تأثير على الصورة الذاتية. لما تتكلم مع البنت عن كل حاجة بتعاني منها، زي المشاكل المالية والصعوبات في حياتك سواء في الشغل أو العلاقات مع الناس، في البداية هتفكر إنك بتتواصل بشكل عاطفي وهتدعموا بعض. لكن بعد شوية هتبدأ تشوفك ضعيف، أو مش قادر تتحمل مسؤولياتك، أو مش قادر تتحمل مسؤولياتك. دايما بتشتكي، بتخلي الناس يشوفوك كأنك شخص ما عندوش القدرة على إنه يتحمل الضغط والمسؤولية. 2: التأثير على العلاقة. لو كنت دايما تشتكي، مش هتكون جذاب في نظر البنت، خطيبتك، مراتك، أيا كانت. البنت مش عايزة تكون في علاقة مع شخص دايما مشغل مود الضعف أو المشتكي. هي عايزة تكون مع شخص يقدر يقف على رجليه، يتحمل المسؤولية. لما تحكي عن مشاكلك بشكل مفرط، ده بيدفعها بعيد عنك. تحقيق التوازن: مش دايما تحكي لبنت مشاكلك. المشاكل اللي تتقال بس هي المشاكل اللي انت حلتها، وحلتها ازاي. ومش على طول، عشان ما يبانش شخص حياته مستقرة، يعني حياته مش مستقرة. باختصار، الهدف من الجزء ده هو التأكيد على أهمية الحفاظ على صورتك الذاتية القوية، الإطار الذكوري يعني. البنت مش تحترمك أو تكون مهتمة بيك لو شافتك دايما شخص عاجز عن مواجهة الحياة. النقطة التالتة: العلاقات تحتاج القوة مش الشكوى المستمرة. في العلاقات بنجذب الناس القوية، الناس اللي عندها القدرة على التأثير والتغيير. لما تفتح قلبك وتتكلم عن كل حاجة، بتخلي البنت تشوفك كإنسان أقل من اللي هي عايزاه. لو كنت دايما في حالة من الشكوى، مش هتحافظ على اهتمامها. لو انت كل مرة تقابلها تحكي عن مشاكلك، هتبدأ تشوفك كعبء عليها، مش ان انت بقى شايلها والكلام ده. هتقول في دماغها انا مالي بمشاكلك او صعوباتك. هتقولك استرجل يعني ولا حاجة، غير لو هي بتفكر تسيبك او بتركبك. وهتلاقيها كمان بتعايرك بالمشاكل والفضفاضة دي. وده ينقلنا للنقطة الرابعة: على قوة الشخصية في العلاقة. الحياة مش دايما انك تفتح قلبك، الحياة انك تحافظ على قوتك واطارك الذكوري. وانا عملت فيديو على ازاي تبقى الفا، هسيبهولك في الوصف. لو كنت دايما تحكي عن مشاكلك، هتخسر جزء من شخصيتك، هتبقى منسون مع الوقت، وهتبقى عادة عندك انك تشتكي للناس، لزوجتك او خطيبتك. حاول تسيبه للحريم موضوع الشكوى، مش ليك انت. هي حتى مش عايزة ده. لو قالت احكي لي، هي بتشوفك بس عندك قدرة انك تتحمل مسؤولياتك والضغط ولا لا. لو كنت عايز تفضل راجل في عينيها، خطيبتك او مراتك او اي كائن بشري على وجه الارض، خليه يشوفك شخص عنده القدرة على تحمل المشاكل. الحياة صعبة، محدش قالك انك جاي تتفسح. انت لازم تكون قادر انك تشيل العيلة لوحدك في اصعب المواقف. شيل نفسك الاول، بس شيل نفسك، وبلاش تفتح ابواب الضعف قدام الناس. لو انت محترم اطارك الذكوري، شخصيتك، مبادئك، قيمتك، هتجذب اهتمامها واهتمام اي حد.
وهتكون دايما في الطب يعني. لازم نفهم ان الحياة مش دايما انك تفتح قلبك وتتكلم عن كل مشاكلك، العكس هو اللي بيكون مؤثر اكتر. لما تبقى الفا، لما تكون قادر على مواجهة التحديات بنفسك، ده بيخلي الناس ممكن ينجذبوا ليك. لو كنت دايما في دور الضعيف مش هتقدر تكسب احترام اي حد، مش احترامها هي بس، احترام اي حد وتقدير اي حد. كلنا بنمر بمشاكل، لكن مش كل واحد قادر يواجه الحياة بنفس القوة وبدون شكوى. حاول تبقى الشخص اللي هو لو حد بيفكر فيه يشوف فيه القوة والاستقرار، مش الشكوى المستمرة. وبس يا سيدي، ده اللي كان عندي اقولك النهاردة. لو عجبك الفيديو وفادك، ياريت تدوس لايك وتشترك في القناة عشان يصلك كل فيديو أول بأول. متنساش فيديو الألفا هسيبهولك في وصف الفيديو، ولف لف في القناة كده هتفيدك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.